كتير من الدراسات أثبتت إن الملل مهم جدا لصحة الإنسان النفسية وبالذات للأطفال. بالبحث طويل المدى لقوا إن عدم شعور الإنسان بالملل من وقت للتاني بيقتل قدرته على الإبداع، ووجود ملهيات بشكل دايم حواليه مش بس بيقتل إبداعه إنما بيأثر على شخصيته بشكل سلبي. بيبدأ يكون شخصية خجولة، غير معبرة، ملولة، عندها مشكلة في تحليل مشاعر اللي قدامها، صعوبة في التواصل المباشر، تركيز قليل، وده غير طبعا مستوى الذكاء اللي بتتمرمط بكرامته الأرض. الخطورة بقى إن التأثيرات دي بتحصل عند الأشخاص البالغين بشكل عميق. يعني انا مش شخصيه خجوله، انا بس ما بحبش ازعل حد، ومش ملول لا خالص، انا ما بحبش الروتين، وما اسمهاش ما بعرفش اعبر عن نفسي، اسمها ما حدش فاهمني. وطبعا احنا مش ناقصين ذكاء ومش عارفين نحل مشاكلنا وبتاع، لا سمح الله، احنا الدنيا هي اللي جايه علينا. وكل ده بقى ليه؟ لانك بتتجنب عنصر اساسي من عناصر الحياه وهو الملل. وده بيفكرني بكوت عظيم جدا لألبرت اينشتاين بيقول لك I'm not a genius I just struggle with problems longer. انا مش عبقري، انا بس بقعد مع المشاكل وقت اطول.